الو يا برقوقة، عاملة ايه؟ وحشاني. كويسه الحمد لله. مالك يا بنتي؟ شكلك زعلانه كده ليه؟ مش زعلانة بس زهقانة، الاجازة مملة موت. ليه يا بنتي؟ وانتي بتعملي ايه في يومك؟ يا ماسكة التليفون يا قاعدة مع ماما، ساعات بنخرج انا وانتي، ساعات برسم، كلها حاجات عملتها كتير ومليت منها. طب ما تجربي تعملي حاجه جديده كده وتقري. اقرا ايه يا بنتي؟ اقري روايات. برقوقة انا بسق من كتاب المدرسة، واخدالي بالك؟ لا، الروايات مش زي كتب المدرسه خالص، جربي مش هتخسري حاجه. لا انسي. وبعدين لو افترضنا ان انا عايزة ابدأ قراية، هبدأ برواية ايه وانا مفلسة معيش جنيه؟ ممكن يا ستي خليكي تبداي بحاجه سهله عشان ما تتعبيش، انتي بس تقرري وانا هديكي كتاب من عندي اهو، ما عندكيش حاجه. طيب هقفل عشان هتغدى. طيب فكري في اللي قلتلك عليه. سلام. يا باي عليكي يا ماما، كنتي لازم يعني تبعتيلي الشارع المقطوع ده مفيش حد غيري. انا هدردش بقى مع نفسي شويه لحد ما اوصل. هي برقوقة كانت بتكلمني في ايه؟ الكتب. لا يا بندقة، كتب وروايات ايه بس؟ ده الكتاب بيبقى كبير اكتر من 200 صفحة. ما تستعبطيش يا بندقة، هي الروايات ولا القصص زي كتب المدرسة برضو؟ ما تصعبيهاش على نفسك وجربي، انتي هتخسري حاجة؟ انتي ممكن تحبيهم وهو تلاقي حاجة تسليكي بدل القعدة اللي انتي فيها دي. ايه الصوت ده؟ يا رب ابقى فاصوليا. لا ما بحبهاش. يا رب ابقى كيس شيبسي بالجبنه. قاعدة بتفكري هتقري ولا لأ؟ هي القراية وحشة يا بنتي؟ ما تقري. انتي مين يا ست انتي؟ وعرفتي انا بفكر في ايه ازاي؟ مش مهم أنا مين وعرفت منين، المهم انك تعرفي ان القراية هتحسن حياتك زي ما حسنت حياة ناس كتير قبلك. انا لازم امشي، بس خدي الكتاب ده دلوقتي وهتفهمي كل حاجة. طب اعمل ايه طيب؟ كل لما تقري كتاب حطي الكتاب ده تحتيه وغمضي عينك وعدي لحد 3. وايه اللي هيحصل؟ لا، انتي اللي هتكتشفي بنفسك. سلام يا بندقة. هي عرفت اسمي كمان؟ ده كان حلم غريب قوي، ده انا فكرته حقيقة. ايه ده؟ ايه اللي جاب الكتاب ده هنا يا ماما؟ في ايه يا بندقة؟ ايه الكتاب ده؟ ومين اللي جابه هنا ودخله اوضتي ليه؟ انتي يا حبيبتي. ايوه، انتي اللي جبتيه هنا امبارح لما جيتي من السوبر ماركت. انا ازاي يا جماعه؟ انتوا هتجننوني. الكتاب ده الست الشحاته ولا الساحره اللي كانت في الشارع هي اللي مدياهولي. والله طب انا هروح اكمل الغدا، ووالله لو صوتي كده تاني وطلعت حاجه تافهه زي دي هتتهزقي. ها انتي فاهمه؟ بطلي انتي بس، الله يكرمك، مسلسلات تركي وكوري فزعتينا يا شيخة. اهدي بقى شوية، مش كده. الله، ازاي انا عايزه افهم. انا هكلم برقوقه. الو يا برقوقه. ايه يا بنتي مالك؟ قررتي ولا ايه؟ انا موافقه، ابعتيلي يلا الكتاب عشان اقراه. قشطه، هبعتهولك. ايه النشاط ده كله؟ نشاط سلام، هبعتهولك. سلام. اما نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3. انت ليه بتكذب يا خالد ومش عاوز تعرفني انك عاوز تنزل السرداب؟ سرداب؟ انت عرفت منين؟ اقصد سرداب ايه والكلام فاضي ايه؟ عرفت من زمان جدا. انت عاوز تنزل السرداب ليه؟ انت ليه مصمم على حكاية سرداب دي؟ انا بقولك هسافر. انت عاوز تنزل السرداب ليه؟ عاوز انزل عشان اثبت لمنى وابوها اني بطل، اني مختلف عن غيري. بس؟ ايوه بس ومين عارف، يمكن الاقي الكنز اللي نزلته عشانه قبل كده. بس؟ ايوه. انت مش عاوز تنزل عشان كده. افرض ان منى اتجوزت حد تاني، هتنزل السرداب ولا لا؟ عمري ما صدق انك عاوز تنزل عشان منى. انت عاوز تنزل لسبب تاني تماما. واو، انا مش مصدقه. انا بجد دخلت جوه الكتاب وقدامي خالد اللي كل البنات معجبه بيه. انا ليه ما فكرتش اقرا من قبل كده؟ ازيك يا منى؟ أنا أسفة يا خالد إن بابا رفضك للمرة الثامنة. لا انا خلاص اتعودت، انا بقيت مفضوح في البلد اساسا. يعني يا ابني المره الثامنه؟ شكله بيحبها قوي، صعبان عليا والله. الله، شكله حلو قوي السرداب ده. هو يعني ايه سرداب اصلا؟ مش مهم. يا لهوي بقى كده يا برقوقه. ماشي والله لو اوريكي. يا خرابي، انا سامعه ماما بتنادي عليا. الست المجنونه دي ما قالتليش اطلع ازاي. انا مجنونة؟ انا ما قلتش كده خالص، انتي بس ما عرفتنيش اخرج ازاي وسامعه ماما بتنادي عليا. مش انتي عشان تدخلي غمضتي عينك وعديتي من 1 ل3؟ ايوه. يبقى غمضي عينك وعدي من 3 ل1 وانتي هترجعي تاني. طيب شكرا، بس انا ما عرفتش اسمك. انا عفركوشة بنت ملك الجن الاحمر، بظهر لاي حد ما بيحبش القرايه وخليه يحبها بطريقتي الخاصه. ايه رايك في الاحداث؟ حلوه؟ دي جميله قوي. ده انا كده هخلص كل كتب برقوقه في كام يوم.
يلا روحي كلمي مامتك. 3 2 1. نعم يا ماما. بتعملي ايه كل ده يا بندقة؟ مش سامعاني؟ ايه؟ كنت بقرأ حاجة. ماشي، تعالي قشري البطاطس. كنت بتقري ايه بقى؟ رواية كده برقوقة بعتها لي. رواية؟ قصة يعني؟ ايوه، الله ينور عليك يا ماما. طيب يلا بينا نخش نكمل. 1 2 3. ايه ده؟ يا نهار ابيض، هي ايه اللي حصل ده؟ بندقة راحت فين؟ هي بقت ساحرة ولا ايه؟ اعوذ بالله، الله اكبر، ربنا يجعل الكلام ده خفيف عليهم. ماشي يا بندقة، انا هعرف شغلي معاك كويس، انتي بس ترجعي. 1 2 3. الله، ما حصلش حاجة ليه؟ صح، دي كانت بتغمض وبتقولها بطريقة كده، اما نشوف اخرتها. 1 2 3. ياما! ايه ده بقى الصحراء دي؟ انا فين؟ طب مش كنت اكل قبل ما اجي؟ لو سمحت عايزة اشتري تفاح. تمام، تفضل. بكام؟ تم الدفع يا بني. ما هذا الفتى الغريب؟ الدفع ازاي يعني؟ الراجل المريب شكل الحاجات هنا ببلاش ولا ايه؟ انا هاخد دي ودي كمان ودي. ايوه بقى لوز، تلاقي البت بندقة كانت بتيجي هنا عشان تعمل شوبينج ببلاش. لو سمحت، هو ايه الرقم اللي على دماغي ده؟ هذا عداد ذكائك يا فتى، يجب أن تحافظ عليه. عداد ذكاء؟ هعمل بيه ايه يعني؟ تشتري به أشياء وتعمل وتأخذ أجرك ذكاء. يا لهوي، انا فاضل لي 5 عملات ذكاء بس. طيب انا ينفع ارجع الحاجات اللي اخدتها واخد ذكائي تاني؟ لا يجوز، حافظ عليهم يا بني حتى تستلم راتبك. لا يا عم، اكيد مش هبقى غبي يعني. 1 زائد 1 بكم؟ انا مش عارف بجد. يا لهوي، انا عايزه ارجع. هي بندقة فين؟ انا هفضل هنا لحد امتى؟ فستق، هو فين لوز؟ عايزه اعمل مكالمه من موبايله. مش عارف والله، هو كان في اوضتك امبارح بالليل ومسك الكتب بتاعتك. ايه؟ انت متاكد؟ ايوه، انا شفته وانا رايحه اشرب. يا لهوي يا لهوي، انا لازم الحقه بسرعه. مالهم دول؟ يا لوز انت فين؟ انا هنا يا بندقة، ساعديني والنبي، انا هنا من امبارح. يا لوز انا مش سامعه حاجه خالص. هتعملي ايه يا بندقة؟ هو لوز ممكن يكون دخل هو كمان جوه الكتاب ولا ايه؟ طب هيعرف يدخل ازاي؟ يا بندقة انا هنا، والله انا هنا. ده شغلي دماغك يا بندقة، شغلي دماغك. لو هو جوه دلوقتي يعني انتي مش سامعاه بس هو سامعك. لوز انت سامعني؟ اسمع اللي هقولك عليه لو انت جوه وعايز تخرج. يا رب الموضوع ينفع. غمض عينك وعد. 3 2 1. يا رب نجينا. 3 2 1. لوز، بندقة، انت ازاي عرفت تدخل جوه الكتاب بتاعي؟ وعرفت ازاي حوار الكتاب ده اصلا؟ وفهمني ايه كل الحاجات اللي في ايدك دي؟ انا هقولك والله على كل حاجة، بس اسأليني بسرعة اي سؤال رياضة كده. 5 6 بكام؟ 30 صح؟ ايوه صح. قولي بقى دخلت جوه الكتاب ازاي؟ هقولك والله، ده انا من امبارح هناك. اقول لها ولا ما اقولهاش؟ اقول لها ولا ما اقولهاش؟ ما تقولي يا بنتي، هي مش برقوقة دي هي اللي قالت لك حوار الكتب؟ يبقى لازم تعرف. طيب برقوقة، انا عايزه اقابلك دلوقتي حالا عشان اقولك مفاجأة. ماشي يا ستي، استاذني مامتك وتعالي ننزل. تمام. ايه بقى المفاجأة اللي ما كنتيش راضية تقوليها لي في التليفون دي وصممتي انك تقوليها لي فيس تو فيس؟ هقولك بس تصدقيني. يعني ايه؟ هتفهمي. بصي يا ستي، قبل اي حاجة انا خلصت الكتاب. ياه، بالسرعة دي؟ ازاي؟ برافو عليكي. هقولك بس ما تقاطعينيش علشان تفهمي. ماشي يا ستي، لو كده نطلب حاجة نشربها بقى. هتاخدي ايه؟ على اساس انك مش عارفة يعني. ايس كوفي 2 سكر صح؟ صح يا صاحبتي يا حبيبتي. طب انا ايه بقى لو شاطرة؟ شاي بلبن معلقة ونص بس. برافو علينا والله، احنا جامدين قوي. انا اراهن ان اخواتنا اصلا يعرفوا المعلومات دي. بس يا ستي، ممكن بقى تفهميني مين دي ولا شكلك ما تعرفيش؟ ما هي قالت لك اسمها ايه؟ عفركوشة بنت ملك الجن الاحمر، وقالت لك انها بتخلي الناس تحب الكتب وتخليهم يدخلوا جواها وكده. انا بقى اللي جالي كان اسمه عفروتو ابن ملك الجن الازرق. مالك بس انت خايفة ليه كده؟
وما تقوليليش يا برقوقه انا زعلانه منك على فكره. والله يا بندق هم اللي منبهين ان ما ينفعش نتكلم عنهم غير للناس اللي بتقرا بس. طب انا قلقانه دلوقتي اعمل ايه؟ ليه يا بنتي؟ انت معاكي كنز بالمعنى الحرفي، حاولي تتبسطي وتدخلي جوه الكتب اكتر واكتر. تقصدي يعني ادخل جوه كتب اكتر عشان لو كتاب ضاع او قررت تسحبه مني او حاجه زي كده؟ ممكن، وكمان اقصد عشان تتبسطي وكده، يعني عشان لو حصل حاجه زي ما انت قلتي. ماشي، هاتي بقى حاجه تانية عشان خلصت الكتاب الاولاني. ايوه كده يا بندوق. بصي انا هديكي كتاب سهل ولذيذ ليه اجزاء تانية، والجزء الرابع فاضل له كام يوم كده وينزل، تكوني خلصتي 3 اجزاء بتوعه. يلا اتكلي على الله. واو، 3 مرة واحدة؟ يلا نستكشف بقى. 1 2 3. مكتب شيك جدا بس كله ورق. ومين اللي نايم ده كمان؟ سنة عشان تجيب الفطار يا قطز. الرائد زفت عطلني. صلاح، هو في غيره؟ عم حمدي الكاكاو بتاعي والنبي. كفاية كاكاو بقى. لا مش انت وابويا عليا، كلكم بصلي في كوباية الكاكاو. مش عارفة والله، انا كمان بصلي في كوباية الايس كوفي زيك يا عمو. يما مين ده؟ هو ما بيغسلش اسنانه ولا ايه؟ هضربه في شنبه. هدي اعصابك. ليه؟ ده انا كنت عايزاه يضربه، ده راجل بارد. ده انت طلعت حكايتك حكايه والله. هي الليمونه دي هتفضل معانا ال4 اجزاء ولا ايه؟ ايوه بقى، يلا على اللي بعده. برقوقه يلا اللي بعده. خدي دي يا ستي، طويله وهتسليكي. لا لن تموتي، لن أسمح لأحد أن يقتلك غيري. قمه الرومانسيه والله يا استاذه اللي معرفش اسمك انت. سلام عليكم. لا انت هتنطلي كل يوم بقى ولا ايه؟ انت اللي كتبك حلوه، اعمل لك ايه؟ ماشي يا ستي، اتفرجي معايا على الفيلم ده وبعد كده ابقي خدي اللي انت عايزاه. لا مره تانية، انا عايزه اكمل قراءه. الله الكتب هتاخدك مني يعني ولا ايه؟ المكتبه هي وراكي، خدي اللي انت عايزاه. ما شاء الله يا ما شاء الله. هي بندقة هتتفرج معانا على الفيلم يا برقوقة؟ لا يا خوخه، بندقة وراها فيلم تاني تشوفه. يبقى تعالى يا بندقة كتير، نعمل فشار ونتفرج على الأفلام. أكتر من كده؟ أنا ماشية، شكلي مش مرحب بيا هنا يا أستاذة برقوقة. ده انت ناقص تباتي. يلا تصبحوا على خير. وانت من أهله. ازيك؟ فاكراني؟ ايوه طبعا فاكراكي، انت عفركوشه مش كده؟ ايوه صح، انا جايه عشان اقولك ان انت خلاص دخلتي في عالم القرايه ومش محتاجه الكتاب دلوقتي. ليه كده؟ يعني مش هشوف شخصيات تاني؟ انا اديتهولك في الاول عشان يبقى عندك خيال. انت دلوقتي هتقري وخيالك هيشتغل، وانت اللي هتعملي الشخصيات في دماغك، فهماني؟ ايوه صح، فهمتك. المهم تكوني انبسطتي بالمغامرة. ايوه شكرا قوي، انا مش هنساكي طول عمري يا استاذة عفركوشة، واكيد الكتاب ده هيروح للي محتاجه. وسؤال حلقتنا النهاردة للقراء، مطلوب منكم تعرفوا اسماء كل الروايات اللي اتذكرت في الحلقة. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من يوميات عيلة المقرمشات.